لسه بقى دلوقتي واصلين ميامي يا جماعة، وعايز اقول لكم بقى ان الدنيا هنا دلع لأقصى حد. يعني الدنيا هنا بقى ايه، الناس بقى كله بقى ماشي. الدنيا عامة هنا حر، مش زي نيويورك. يعني نيويورك كلهم بقى بيهربوا بقى من الحر بقى وجايين هنا ميامي. فالدنيا بقى ايه، كله بقى خلاص بقى كله خرج عن شغله. عايز اوريكم الهوست اللي احنا هنقعد فيه، وعايز اوريكم برضو الدنيا هنا يعني تحفة، وانا متفائل بكل حاجة. حاسس ان انا هنا هنبسط فشخ. تعالوا نشوف هنا بقى ايه الاكزوتيك كارز بقى كله اساسا بيأجر هنا عربيات. المواصلات هنا مش احسن حاجة، مش زي نيويورك. نيويورك عندها شبكة مواصلات احسن بكتير من هنا. آه، بس تعالى كده اوريكم الهوست بتاعي، وشكله هيبقى حاجة عظمة. شكله هيبقى حاجة عظمة. بصوا كده، بصوا. ده الهوستل بتاعي يا جماعة. ده الهوستل فايا هيرو يعني ترافلر أو مسافر بالأسباني. بصوا يا جماعة، احنا ما ينفعش نعدي من هنا، لازم نعدي من عند الزيبرا لاينز أو كروس ووك. نروح دلوقتي ونعدي ونشوف الهوستل عامل ازاي. بعد ما نشوف الهوستل هنروح على البحر بقى، نشوف الدنيا بقى على البحر عاملة ازاي. دلوقتي الإشارة المفروض نهدف بعد ثانيتين، المفروض نعدي بسرعة. ده الهوستل بتاعنا. هولا بيبي. وده يا جماعة شكل الهوستل من جوه. بصراحة اتفاجئت بالمنظر بتاعه، شكله يعني فانسي جدا. في العادة يعني الهوستلز بتبقى متواضعة شوية، لكن الهوستل ده بصراحة فاجئني. بلس كمان ان في يعني كل يوم بيبقى فيه اكتيفيتي زي ما انتم شايفين كده. بيقولوا مثلا النهاردة في اوت دور سينما الساعة 7:30 في اللوبي، لكن بكرة هيبقى في مثلا لاتن بارتي تبقى من الساعة 9 بالليل في البول اريا، وهنشوف البول اريا دي فين بالظبط. فالهوستل ده بيبقى كل يوم عنده اكتيفيتي مختلفة. وده يا جماعة زي ما انتوا شايفين، ده الكوفي كورنر بتاعنا، شاي وقهوة وكل ده فور فري. الهوستل ما بيجيش معاه فطار، لكن الشاي والقهوة يعني تبقى براحتك بقى خالص، اعمل اللي انت عايزه. فبصراحة يا جماعة المكان خطير قوي. واللي انتوا شايفينها دي ترابيزة بينج بونج كده صغيرة. يعني عارف انت اللي هو لو انت اتعرفت على حد مثلا في الهوستل، ممكن تقعدوا تلعبوا كده ماتش مع بعض كده وتتعرفوا على بعض. وده ديسبنسر ميه، طبعا انت مش محتاج بقى ان انت تشتري ميه او يعني تكلف نفسك. الميه بصراحه غاليه جدا في امريكا، لكن تقدر ان انت بكل بساطه يعني تسحب كوبايه وتشرب براحتك. يعني مش محتاج ان انت تروح وتشتري ميه والكلام ده كله. ميه متوفره على طول، فما بتشيلش همها خالص. ودي بقى بتبقى قعدات، يعني انت بقى يعني بتقعد عليها تتعرف على الناس اللي نازله، تقعدوا تتكلموا مع بعض. فالفايبس بتاعت المكان بصراحة حلوة جدا. وده اللي انتوا شايفينه ده بار كده صغير، يعني بار بقى، ويعني الناس اللي بتبقى عايزة الدرينكس بتاعتها والكلام ده كله. واللي احنا داخلين عليها دي دلوقتي، دي البول اريا يا جماعة. هنشوف دلوقتي البول اريا. ودي حتة كده اوت دور اريا ممكن تقعدوا فيها انت واي حد تتعرف عليه. تقعدوا تتكلموا، تقعدوا بقى يعني بالليل بقى مع بعض. بيبقى في حفلات هنا، بتشغلوا بقى مزيكا بتاعتكم تقعدوا ترقصوا. وده البول صغير كده ممكن برضو تنزل فيه انت واي حد مثلا ممكن تتعرف عليه في الهوستل. فالفايبس بتاعته بصراحة تحفة وعالمية. يعني بصراحة ما شفتش هوستل بالجمال والفاسيلتيز دي كلها. مدي اللي بقى المفتاح ده بقى ايه وحاجة عظمة.
بصوا بقى كده، بصوا تمام. حاسس ان انا في فندق، ما دي طرقة فندق. بقالي كتير قوي معدتش في هوستلز بالنظافة دي. نفتح. بقالي كتير ما عدتش في هوستلز الصراحة بالنظافة دي بالسعر الجامد ده. الحمام بقى بتاعنا بصوا كده، بصوا الشاور كابين والحوض. بصوا الحوض بقى هنا بقى المراية تحفة تحفة. عندك بقى دي السراير، بصوا كده ده السرير بتاعنا، ده السراير بقى بقيت السراير. ايه بقى الهوستل اللي انت ممكن تلاقي حد بقى بالليل بيشخر فيبوظ لك السفرية كلها. عندنا بقى ايه مراية بقى طويلة هنا تحفة بقى ايه، ودلع دلع 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 يعني. يلا بقى بينا ننزل دلوقتي كده ايه ونكمل استكشاف بقى للمكان اللي حوالينا. وبس كده بعد ما شفنا المكان اللي احنا نقعد فيه او الهوست اللي احنا نقعد فيه، هنعدي بقى الشارع مرة تانية. الشارع ده الشارع فتحت، وهنروح بقى ايه، وهنروح بقى نشوف البحر. نشوف البحر بقى كده وجمال البحر ده بتاع الساوث بيتش او ميامي ساوث بيتش. الهوستل ده زي ما انا قلت لا كان رخيص جدا يعني. كان جايلي عليه اوفر في بوكينج، فقلت استغله 4 ايام ب $100 تقريبا يعني. تحفة تحفة. يعني 5000 جنيه تقريبا او اقل حاجة بسيطة، ده بسعر النهاردة. تحفة يعني. انا ما اظنش مثلا انا لو رحت اي مكان في الدنيا بالجمال بقى والحلاوه والمكان الفانسي ده هيبقى بالسعر ده. عادي كده احنا داخلين على البحر، ممكن نقلب الكاميرا واوريكم بقى المنظر هنا بقى عامل ازاي. تعالوا كده نشوف مع بعض. و يعني انا متفائل. عدي الشارع كده، الحته اللي هناك دي كلها بعديها بيبقى البحر. نشوف فتحت، نقدر ان احنا نعدي. الناس بقى دلوقتي طالعة بقى من البحر بقى وكده. وده ديسبنسر كده ممكن تملى من عنده ازازة المية بتاعتك. كل حاجة هنا موجودة، مش محتاج ان انت تدفع اي حاجة. بصوا فايس سيتي، كأنك في فايس سيتي بالظبط. نروح بقى عند المكان اللي الناس داخلين منه ده، او ممكن نخش من ده، اي حاجة. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال والحلاوة. فايس سيتي كأنك دخلت بجد GTA فايس سيتي يعني. منظر جبار ورهيب. دلوقتي بقى ساعة الغروب، الدنيا تحفة والجو جميل بقى. الجو اساسا في العادي بيبقى حر، لا دلوقتي الجو حلو جدا.
الجو هنا حلو جدا، مش حر زي بعد كده. بس هنخش دلوقتي. عايز افرجكم على الجمال والحلاوه بقى دي. بس احنا دخلنا بقى هنا عالم تاني. بصوا بص البحر يا جدعان، يا جدعان ايه الجمال ده. بص بقى كده، يعني هنا تقريبا دلوقتي الناس اساسا مشيت. الناس في الصبح بتبقى اكتر من كده طبعا بكتير. خليني اوريكم يا جماعه الجمال والحلاوه بتاعه المكان ده. بصوا يا جماعه، بص الناس كلها هنا بقى جايه. انت يعني لو في الساحل مش يعني مش هتبقى في مكان بالحلاوه والجمال ده كله. مفيش بقى لا رسوم دخول، لا حد يقول لي اي دي ولا اي حاجه. والبحر ما شاء الله عليه تحفه تحفه. البحر هنا لا فظيع. الناس بقى كل واحد بقى اللي قاعد في حاله، اللي قاعد بيقرا، اللي قاعد بيلعب، واللي قاعد بيتصور. ناس هنا جايه تاخد صن باث ويعني وتستمتع وتنبسط. تحفه 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 تحفه. ده اساسا الصبح بيبقى تقريبا اكتر من كده. هنيجي كده كده بكره وهننزل البحر وهنشوف بقى كل حاجه وهننبسط وهنقضي احلى 4 ايام روقان روقان وبس. نفصل بقى، نفصل من الدنيا كلها. نفصل بقى ونروح عالم تاني خالص. هنا حقيقي عالم تاني خالص. وانا مبسوط بالجو. جو في شهر مايو لا عظمه 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 عظمه. مفيش بقى الجو الاستوائي بقى، ولا حر ولا فرهضه ولا مطره. انت هنا يعني الصبح درجه الحراره ممكن تبقى عاليه شويه، لكن بالليل بتبقى الدنيا يعني ممكن تقلب برد شويه، بس مش البرد اللي هو تقدر تخرج عادي لابس شورت نص كم قط اللي انت عايزه. تحفه تحفه. وبس كده، ده كان الفيديو ده بتاعنا النهارده. متنساش اللايك وسبسكرايب، وتابع كل الفيديوهات اللي جايه اللي هيبقى فيها فيديوهات عن السفر وازاي تسافر لوحدك وتنبسط.